السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم أحمد المصري لفرش ورق عرايس بسواق وقصد. سمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك العروسين يا رب. هنا الفيديو ده خاص بأوضة النوم، أوضة الأطفال. دي كانت شقة عروسة، صورت هنا أوضة النوم أوضة الأطفال. بس أنا بحاول أجمع كل الفيديوهات اللي عندي على صفحتي على الفيسبوك، أجمعها أحطها هنا على القناة، بحيث اللي حابب يشوف الفيديوهات كاملة يجي هنا على القناة. لو انتوا وصلتوا معايا الفيديو لغاية هنا، اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي في فرش والعرس. طبعا لو شغل عجبكم هستنى رأيكم، تقولوا رأيكم في شغل ايه. ده هنا مفرش تركي، بصراحة خامته حلوة جدا. زينتلها تزيين بسيط. دي التفاصيل بتاعت اوضة النوم. طبعا التصوير بيكون حلو للناس اللي حابة تشوف الديكورات الموضة ايه، يعني تختار. هنا العرايس تبقى أذواق مختلفة، فاللي محتار ممكن يختار حاجة مناسبة له. ده هنا ده لحاف أول حاجة. دي كوفرتا، دي كوفرتا صيفي طالعة موضة حلوة جدا، من الحاجات المميزة. ده لحاف برضو، واللي تحت ده كوفرتا واللحاف برضو. لو تلاحظوا هنا كل حاجة لها تزيين مختلف عن التانية، يعني اللحاف ده تزيينه غير اللحاف اللي تحته، الكوفرتا دي غير الكوفرتا التانية. بنحاول طبعا نغير في الشكل علشان نجدد في الفرش. يا رب يكون شغلي واضح وعجبكم. كده هنا خلصت الضرفة دي. شوف الضرفة التانية. هنا بقى جمعنا لها كل الفوط والملايات، حطيناها في الضرفة في النص. دي رصة فوط، اللي فوق ده فوط واللي تحته برضو فوط. طبعا كل رف بتبقى رصته غير التاني. هي اللهم بارك حاجتها قيمة جدا وبتميل للحاجة التركي، فهتلاقوا الفوط بتاعتها حاجة هادية كده ورقيقة خالص، ورسمتهم والرصة بتاعتهم كمان. دي كده دي ملايات أطقم سرير بتاعت أطقم سرير كبير، ودي برضو أطقم سرير كبير. طبعا كل رصة بتختلف عن التانية، يعني رف ده كله ملايات. طبعا تحت دي الهدوم الخاصة بالعروسة. 3 رفوف دول، رفين فوط ورف ملايات. أتمنى شغلي يعجبكم. دي كانت الضرفة التانية. يا رب يكون شغلي في الفوط والملايات عجبكم. كده خلصت معانا الضرفة التانية. الضرفة التالتة هنا حطينا فيها هنا دي الهدوم الشتوي بتاعت الخاصة بالعروسة. طبعا انتوا عارفين انا مش بصور الملابس الخاصة، الهدوم بس اللي هي المتطبقة دي عادي، لكن الحاجات الخاصة بالعروسة لا طبعا. ده مفرش السرير، كان في حتة كده لو واضحة معاكم، دي زي طرحة العروسة كده. ربنا يهنيها ويسعدها يا رب. زي ما قلت لكم القناة هنا انا بجمع كل الفيديوهات اللي عندي على الصفحة، بجمعها هنا على القناة اللي حابب يشوف الفيديوهات كاملة. كده تكون خلصت اوضة النوم. شوف اوضة الاطفال. اللهم بارك، العروسة هنا كسرت التقاليد. ما جابتش مفرش تركي للأطفال، كان ده الأفضل وأحلى طبعا أنا من رأيي. دي كوفرتا، طقم كوفرتا أطفال طالع موضة وحلو جدا، وأفضل من المفرش التركي بتاع الفرح، لأن بصراحة بشوف حاجات المفارش في ناس بتستغله وبتبيع حاجة مش حلوة، خامتها مش حلوة، بتبيعها على أساس إنها حاجة نظيفة. فهي استغلت حاجة تستعملها على طول أفضل من إنها تتشال بعد كده. هنا ده الدولاب. أول حاجة هنا ده لحاف أطفال وجنبه فوط، واللي فوق بطاطين أطفال. دي فوطة كبيرة، وده لحاف برضو أطفال.
دي ملايات منقوشة بس بتاعت السرير الكبير. اللي تحت هنا دي فوط أطفال، هنا برضو دي فوط. فوط الأطفال بتبقى للتزيين بس، يعني كحاجة شكل. تحت هنا بقى جمعت لها كل الدفايات. دي كوفرتا برضو كده. ده خلص معانا هنا دولاب اوضه الاطفال. يا رب يكون شغل عجبكم، واتمنى تشتركوا في القناه، وهستنى رايكم، واشوفكم في فيديو جديد من فيديوهاتي في فرش العرايس. مع السلامه.